السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب ان انتوا تكونوا بخير. وحشتوني قوي. رمضان خلاص خلص والعيد خلاص والست البيت كمان خلصوا. للي صامهم هنيئا لهم، اللي ما صامهمش بقى يجدعن شوية قبل ما الشهر يخلص. ربنا يتقبل منكم صالح الأعمال، اللهم آمين. الفيديو ده المفروض كان ينزل قبل رمضان، يعني أنا كنت مصوراه قبل رمضان ومفروض كان ينزل قبل رمضان، بس بحيث إن الفترة اللي فاتت دي كلها كنت أنا تعبانة. ربنا يشفي كل مريض يا رب العالمين. ف معلش بقى نزل متأخر شوية، بس أنا شايفة إن الفيديو ده إن شاء الله هيفيدك خلال طول السنة. هينفعك، لأن دي أنا الفيديو ده أنا عاملاه فيديو قوي جدا، إن انت تعملي بهاراتك كلها في البيت بمنتهى النظافة وبمنتهى التوفير. آه، انا في فيديو كنت عملته من فترة، اللي هو الجزء الاول بتاعه. فانا كنت عامله فيه ال11 بهار، وكنت طحنه الفلفل والكمون، وقلت لك لما تعمليهم في البيت ازاي يبقى في توفير، وازاي يبقى اوفر بكتير ان انت بتجيبهم مطحونين جاهزين من بره. وكمان وكنا عاملين مع بعض ال11 بهار، وكنت جايبه خلال الفيديو اسعار البهارات الفتره اللي انا اشتريت فيها البهارات. آمم، أنا سايبة لكم مقتطفات من الجزء الأول، أتمنى إن أنتم تستفادوا منه. اللي حابب يتفرج عليه أنا هاسيبه لِك إن شاء الله في صندوق الوصف تحت، لو أنتِ حابة تتفرجي عليه. آمم، النهارده بقى هنعمل مع بعض إيه، هنكمل سلسلة البهارات. أنا عايزة أقول لِك الكيس البهارات دلوقتي تقريبًا ب11، 12 جنيه. بيبقى فيه مثلًا إيه 3، 4 معالق، بيكفيكِ مثلًا مرة أو 2. يعني ممكن تستخدمي حسب استخدامك. ممكن في أكلة تحب بهارات كتير، في أكلة ما تحبش بهارات قد كده، فممكن الكيس معاكي يكفي مرتين 3 وب11، 12 ب11، 12 جنيه. فالأوفر اللي احنا نجيب بهارات في البيت ونعمل الخلطة بتاعتنا. يعني أنا جبت بحوالي 250 جنيه بهارات أو 200 جنيه بهارات. أنا عايزة أقولك طلعت منهم البهارات دي كلها، وفي نفس الوقت عملت إيه، اتبقى عندي بهارات إن أنا أعمل منها تاني. يعني ممكن في بهار في الوزن بتاعه بيبقى وزنه أخف شوية من البهار، فيبقى الكمية بتاعته أكبر. فممكن انتِ تعملي منه جزء المرة دي وجزء المرة الجاية، فأنا عايزة أقول لِك بيبقى أوفر بكتير. إحنا هنبتدي بقى مع بعض، نصلّي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنعمل مع بعض دلوقتي كبسة، بهارات الكبسة، وممكن تنفع معاكِ جدًا لتتبيلة الفراخ. أي تتبيلة فراخ عايزة تعمليها تاخدي معلقة صغيرة منها تحطيها، عايزة أقول لِك هتخلّي الفراخ في حتة تانية خالص. وبهارات الكبسة دي ممكن تعملي منها الرز الأصفر، برضه تاخدي معلقتين كبار وتحطيهم على يعني بعد ما تشوحي السمنة كويس وتحطيهم، وما تحطيش معاهم أي حاجة تانية غير الملح بتاعِك، غير إنِك تضبطي ملحِك بس، وتحطي معلقتين كبار من معلقة الكبسة، وتغسلي الرز بتاعِك وتحطيه عليه، وبقى عندِك أحلى رز كبسة بمنتهى النضافة وبمنتهى التوفير، لأنِك أنتِ مش هتحطي حاجة تانية حرفيًا بعد ما تحطي المعلقتين دول. آمم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل إيه، أول حاجة هنجيب في بهارات بتتقسم على مرتين، يعني بهارات الكبسة دي بتتقسم في بهارات حصى وفي بهارات باودر. بُصّي بقى البهارات الباودر ممكن نجيبها نقلّبها كلّها على بعضيها، ونجيب الحصى هندّي له بس إيه، آآ يعني هنطلّع بس الرطوبة منه على النار، يعني هنقلّبه بس على النار كده دقيقتين على نار متوسطة أو دقيقة واحدة بس، وأول ما يهدى ابتدي أضربه في المطحنة، هيبقى معايا برضه ناعم. أو أنتِ حابة تجيبي الحاجات كلّها ناعمة، بس أنا عايزة أقول لِك حاجة، الحبّهان لمّا تجيبيه ناعم بيبقى over أوي، بيبقى غالي جدًا، جدًا، هو أصلًا طبيعي غالي. فلمّا بتجيبيه حصى وتنعميه في البيت هيعمل معاكِ كمية أكبر، وهيبقى أوفر من الناعم، لأن الناعم بياخدوا عليه طبعًا إيه، فلوس أكتر من الحاجة لمّا تكون إيه حبّة أو كده، أو تكون بهارات حصى. بُصّي بقى أنا حطيت بقى إيه البهارات الناعمة دي كلّها كانت عبارة عن إيه، أنا هاقول لِك تاني عبارة عن إيه، كاري، كركم، سُمّاق، زعتر، فلفل أسود وبابريكا وزنجبيل وقرفة. آمم بُصّي بقى لو أنتِ عندِك اللهم صل على سيدنا أو وبهارات كمان هاحط فيها بصل باودر وتوم باودر. آمم برضه تبع الحاجات الباودر. يبقى حطينا بقى الحاجات الباودر، حطينا إيه، توم وبصل باودر، وحطينا كاري وكركم وسُمّاق وزعتر
وفلفل اسود وبابريكا وزنجبيل وقرفة. كل الحاجات دي احنا حطيناها بودر، هنديها تقليبه كويسه مع معلقه ملح كبيره. معلقه ملح. انت بتحطي ملح على البهارات؟ ايوه لازم البهارات تحط عليها ملح. الملح بيحفظها ان هي ميبقاش فيها حاجه وحشه او كده وانت سبتيها بره التلاجة. فالملح المادة حافظة ليها. فتحطي معلقة أو اتنين. ولما تيجي تحطي بهار في الرز مثلا أو على الفراخ، تبقي عارفة إن انتي حاطة عليها ملح. أي بهار كمان انتي بتجيبيه جاهز من بره بيبقى عليه كمية ملح. طيب أنا كده كنت بقولك إن أنا في بهارات ناقصة عندي، مش عارفة أكملها عشان اكتشفت إن في بهارات ناقصة عندي من البهارات اللي هي الحصى. فأنا هنزل أجيبها. وكنت أنا بقولك بصي أنا عملت ال11 بهار، وعملت بهارات كبسة، وعملت دقة الإنقاذ في الفيديو الأولاني بشوية بهارات. وبص اتبقى معايا بهارات، كنت بوريكي كمية البهارات اللي باقية معايا. إن احنا لما نشتري الحاجة هتعملي جزء وهيتبقى معاكي جزء. يعني أنا بصي عاملة البولة دي ما شاء الله تكفيني مدة طويلة جدا. يعني أقولك ممكن تخش من شهر لشهرين. البولة دي كلها تكفيني من شهر اتنين. ولما تخلص هيبقى عندي بهارات تاني اللي أنا أعرف أكمل. ماشي. فأنا كملت بهاراتي وابتديت أعمل ايه. في طاسة كده. جبت بقى حبهان. طبعا قلت لك الحبهان عندنا في المطحنة عادي. ما عندكيش مطحنة ممكن تجيبي الحاجات دي كلها باودر، الحاجات دي عادي جدا. طيب ممكن نعمل حاجة كمان. ممكن نخلي بهارات الكبسة البودر ديت نقلبها بنفس التكنيك اللي احنا عملناه، ونديها تقليبة ونشيلها في برطمان. واحنا كده عندنا بهارات كبسة بس ناقص. طب ناقص ايه؟ ناقصة الحاجات الحصى. الحاجات الحصى دي انت ممكن بقى تزوديها وانت شغالة في الأكل. لكن انا حابة ان انت تيجي تحطي معلقة الكبسة، تحطيها كده وتتأكدي انت مش هتحطي حاجة تانية معاها. ولا بقى قرنفل ولا لولي ولا لومي ولا اي حاجة خالص. لكن لو انت حابة تخليها باودر كده وتحطي بقى لما تيجي تحطي مثلا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، حابة تعملي مثلا رز الكبسة، تحطي بقى ايه، تحطي بهارات الحصى. حاطة معلقة او معلقتين حطاهم. نحط بقى ايه بقى معايا احنا بقى ورقة اللوري، ورقتين واحدتين حبهان، واحدتين زعتر كده يعني. واحدتين قصدي مسمار اللي هو القرنفل. فانا بقى كده خدت بهاراتي الحصى، جبت حطيت لومي، كسرته بالمدق بتاع البفتيك عادي. حطيت لومي وحطيت حبهان وحطيت ورق اللوري وحطيت ملح صيني. حطيت ملح صيني على فكرة جايبة العبوة ب30 جنيه فتحفة جدا. ماشي. بعد ما اضربهم بقى في المطحنة وحطيت كوبا صيني. افتكرت بتديش برضو كوبا صيني. بس انا طبعا بديل الحاجات دي انا حطيت ايه يعني حوالي نص معلقة او معلقة. حطيت معلقة كبيرة آم، بهار 11 بهار. زائد بقى حطيت بقى القرنفل وحطيت اللومي وحطيت الحبهان. دول طحنتهم في المطحنة لوحدهم. هطحن بقى واحط الحاجات دي كلها على بعض واديها تقليبه. بقى انا كده خلصت البهارات. اما اجي احط معلقه او معلقتين على الرز حسب الكميه اللي انت عاملاها. آه يعني عايزه اقول لك على كوبايه الرز ممكن تحطي عليها نص معلقه كبيره من البهارات ديت. متحطيش بقى حاجه تاني، ولا تحطي ورق لومي ولا لو اي حاجه خالص تاني. ممكن بقى في رز الكبسه ممكن تحطي عليه زبيب في الاخر. الزبيب جميل جدا، بحبه جدا مع رز مع بهارات الكبسه. بصي بقى احنا كده خلصنا بهارات الكبسة، ندخل على بهارات المحشي. البهارات المحشي دي عايزة اقول لك هتخلي المحشي بتاعك يروح في حتة تانية خالص خالص كده. طب عبارة عن ايه بهارات المحشي ديت؟ بصي بقى، انا حطيت هنا في الطاسة دي شطة اسواني. شطة اسواني جبتها، حطيت عليها بقى شمر وكزبرة ناشفة وزعتر. وحطيت جوز الطيب. جوز الطيب تكسري برضو بمدق، هيتكسر معاكي عادي جدا. وحطيت نعناع ناشف. وحطيت كوبيبة صيني و ايه تاني. بصي كوبيبة صيني ونعناع ناشف وجوز الطيب وورق لوري وحبهان وكزبرة ناشفة. كل ده انا حطيته في البهارات الحسا. طب بالنسبة للبهارات الناعمة حطيتش ايه؟ بصي بقى، حطيت بابريكا مدخنة
توم باودر حسب الاختيار، لو انت مش عايزه تحطي توم باودر وحابه تحطيه فريش براحتك. حطيت معاه 11 بهار. طبعا شوفي ايه اللي انا عاملاه بقى في 11 بهار وحطيه لو انت مش عندك. حطيت معاه كده هقولك تاني البهارات، انا كاتباهم كلهم على الشاشه لو انت حابه تاخديهم سكرين. بصي بقى، انا حطينا شطه اسواني، حطيت زعتر، حطيت شمر، حابه تحطي روزماري حطي، جميل جدا. كزبره ناشفه، وحاطه بابريكا مدخنه. البابريكا المدخنه احلى بكتير من العاديه، بس لو انت حابه تحطي عاديه مش مشكله. حاطه حبهان جوز الطيب. جوز الطيب ده بتطحن بتدقي بالمدق، بتدقي ماجي خالص. بحط واحدتين جوز الطيب مش واحده بس. حاطه كركم، وحاطه زنجبيل بودر، وحاطه نعناع اخضر، حاطه كمون، حاطه فلفل اسود، حاطه ثوم وبصل بودر، حاطه كاري، بسم الله الرحمن الرحيم، وحبهان وقرفة وملح ليمون معلقة كبيرة، وسكر معلقة كبيرة، وملح عادي معلقة كبيرة. آه حطي بقى كوبيبة صيني وسماق كمان حطيهم جمال جدا. كل البهارات ديت بطحنها في المطحنة، وارجع اصفيها ادخلها يعني بالمنخل، وتبقى معايا ناعمة. لازم خطوة ان انا ادخلها بالمنخل. طيب في حاجة تانية كمان ممكن تضيفيها على بهارات المحشي، برضو بتبقى جميلة جدا جدا جدا. زي ايه؟ زي الشبت المجفف والبقدونس المجفف. فانتي لو انتي عرفتي تجففيهم في البيت وتطحنيهم معاهم هيبقى جميلة جدا. طب ما عرفناش خلاص، انا عاملاهم من غير شبت وبقدونس مجفف، بس انا بقولك الخطوة دي لو انتي حابة تضيفيها يعني. آه احنا كده خلصنا بهارات المحشي. هندخل على بهارات، مش بهارات بقى، دي خلطة أعشاب كده أنا بحب أعملها في البيت، بتبقى جميلة جدا. للأولاد ممكن تعملي منها كوباية الصبح وكوباية بالليل، حلوة جدا بتهدي صدرهم. لو عندهم شوية مغص بيروحوا، لو صدرهم فيه تعب أو حاجة بيهدى معاكي، لأن انتوا عارفين الحاجات دي بتبقى جميلة جدا. الأعشاب وبتنضف يعني المعدة والصدر والحاجات دي من البلع. طب كانت عبارة عن ايه الأعشاب دي؟ كانت عبارة عن تليو وينسون وزعتر وحبة البركة، ولو انت حابة تحطي حبة البركة، نعناع ناشف وشمر، وحاطة كراوية، وحاطة كمون حصى، وحاطة قرفة، وحاطة زنجبيل معلقة صغيرة ومعلقة صغيرة، دول حطاهم بودر عادي. تمام. طبعا مش هطحنهم ولا حاجة، لا هحط البهارات دي كلها، هخلطهم مع بعض كويس وأعبيهم في برطمان، وكل يوم اخد معلقة الصبح اغليها مع براد مية. آه واول ما تهدى احليها بعسل ابيض. احليها بعسل ابيض، حاجة جميلة جدا، هتنظم صدرهم من البلغم الوجع اللي بيبقى في الصدر والتعب والكحة والحاجات دي كلها، زائد ان لو في مغص حاجة عندهم أو حاجة هتهدي برضو معاهم المعدة. هنعمل مع بعض بقى المرقة الفورية بصي اللي من ساعة ما المقاطعة اشتغلت وأنا حرفيا لما بدور على حاجة آه المرقة الفورية بديل ليها مش لاقية. يعني أنا دورت كتير على بديل المرقة الفورية يعني تبقى بره المقاطعة، فأنا مش لاقية، كله بيبقى داخل المقاطعة. فأنا بما إني عملت بالمقاطعة فأنا فكرت إن أنا لازم أعملها في البيت. فكانت عبارة عن إيه بقى المرقة الفورية دي؟ بصي بقى، معلقتين كبار من ملح الطعام العادي الأكل، وملح الصيني، وسكر أبيض، لازم معلقتين كبار، ومعلقة واحدة بس من الفلفل الأسود والثوم البودر والبصل البودر. وإيه تاني؟ وعايزة بقى نص معلقة صغيرة من الجنزبيل والبابريكا والكركم والكاري والكمون والورق اللوري والحبهان المطحونين الناعمين. مش ما عندكيش بودر، حطيهم اطحنيهم، وبعد كده ايه حطيهم عليهم. كل الخلطة دي احطها في قلب المطحنة واطحنها تاني، حتى البهارات الناعمة، حتى البهارات الناعمة اطحن كله مع بعض. معلقتين كبار سكر، معلقتين كبار ملح، معلقتين كبار ملح صيني. الملح الصيني ده اللي بقولك جايبه اللي هو ب30 جنيه، حرفيا قاعدة عندي ممكن تكفي معاكي شهرين 3 4. يعني انا عملت منها ال11 بهار، عملت منها
بهارات المحشي، عملت منها بهارات الكبسة، عملت منها المرقة الفورية. وعايزة اقولك بقي معايا نص علبة. بس دي كل البهارات اللي احنا عملناها. اتمنى ان البهارات دي تفيدك ان انت تعمليها في البيت، هتفيدك جدا 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 جدا. عملت معاكم بهارات ايه؟ عملت معاكي المرقة الفورية، عملت معاكي ال11 بهار، عملت معاكي خلطة المحشي الجبارة اللي بجد حرفيا هتقلب لك ريحة المحشي، هتغير فكرتك تماما عن ريحة المحشي. عملت معاكي خلطة أعشاب جميلة جدا 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 هتنفع أولادك. عملت معاكي خلطة الكبسة، وطحنا الفلفل والكمون في البيت في منتهى النظافة والجمال. أتمنى إن انتوا تكونوا استفدتوا مع بعض. دقة الإنقاذ والمرقة الفورية إن استحالة 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 تستغنى عنهم في بيتك. أتمنى إن يكون الفيديو عجبكم. أتمنى تكونوا استفدتوا. وإن شاء الله هنزل لكم كل بهار لوحده بفيديو مفصل خالص عن الفيديو دوت. ده مجمع البهارات كلها في فيديو واحد. بس إن شاء الله إن شاء الله هنزل لكم كل بهار لوحده. 11 بهار لوحدها، دقة الإنقاذ لوحدها، مرقة فورية لوحدها، بحيث لما تيجي تبحثي يبقى سهل عندك. الفيديو دوت ده الجزء التاني. الجزء الأول كنت عاملاه في تقريبا في رمضان، هحطهولك في صندوق الوصف لو انت حابة تتفرجي عليه. آم، وأخيرا وليس آخرا إن شاء الله، أتمنى إن يكون الفيديو عجبكم. متنسيش بس سبسكرايب واللايك للقناة، وتقولي في الكومنت هل استفدتي من الفيديو ولا ما استفدتيش. وفي الآخر دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.